السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في قناة طبخ وحلويات. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقتي في تحضير البطبوط المغربي او لون المخامر اللي كيجيو ناجحين 100% على بركة الله. هاد الوصفة هادي اش كنحتاجو؟ كنحتاجو كيلو ديال دقيق الفورس، ونص كيلو ديال الدقيق ديال الزرع. انا ما كنديرش الفينو اولا، انا كندير الدقيق ديال الزرع اللي كيكون ها هو باقي بنخالته كيف كتشوفوا ها هو. كنحتاجو الملح، وكنحتاجو خميره ديال الخبز. شحال ديال تقريبا ديال خميرة الخبز؟ غنديرو شي 2 معالق تقريبا، حيت هذه اكثر من كيلو. داكوغ. والماء دافي بطبيعه الحال باش كنجمعوا العجين. نبداو بسم الله على بركه الله. نزيدو هذاك الدقيق ديال الزرع. هي راه هاد البطبوط كيجي صحي، حيت ما كنديروش الفينو ولا هادي، كنديرو الدقيق ديال الزرع اللي بنخالته. هذيك النخاله راه هي اللي مزيانه. كنخلطوا الدقيق مع الفورس. كنعملوا واحد 2 فراغات باش نديروا الملح والخميره. كيف كتعرفوا الملح ما خصهاش تلاقى مع الخميره، حيت ما كتخليهاش كتنقص ليها من هذاك الجهد اللي فيها. ما غاديش نديرو السكر؟ لا، ما كنديرش انا السكر. من الاحسن واحد بغى يدير شويه شي حاجه صحيه ما يبعد من السكر. من الاحسن اللي عنده الوليدات وهذه السكر ما كاين لاش، غيعطينا شويه الحموريه، هو كيعطي هذيك اللون الذهبي وهذه، ولكن من الاحسن انا كنفضل ما كنديروش. شحال تقريبا ديال الملحة؟ على حسب على حساب كل واحد، وكاين اللي كيديروا كاع مسوس اللي مريض ولا. غيكون احسن بلا ملحة. كنديروا الخميره هيك 2 معالق. 2 معالق كبار عامرين ياك؟ ماشي عامرين بزاف، المهم ها هي. حيت هاد الخميره الفوريه هي كينصحوا انها كيقول لك في كل كيلو كديري معلقه. حنا دابا عندنا اكثر من كيلو والجو شويه بارد، داكشي علاش درنا 2 معالق. ملي يكون الجو سخون الواحد يقدر يكتفي بمعلقه ويخليها تخمر. نمدلك العجينه كتولي عندنا بهذا الشكل كيف كتشوفوا. شحال وحنا كندلكو فيها تقريبا؟ شي 10 دقائق كنتي كدلكي فيها. نزيدو دابا شويه الزيت بهذا القياس تقريبا جهد معلقه كبيره بحال هكا تقريبا، ونحاولوا ندخلوه لوسط العجينه. العجينه راه كتكون البنات شويه مرخوفه في الاول، تكون مرخوفه باش ملي كتدخلي الزيت كتجمعها. سر البطبوط راه هو انها تكون العجينه مرخوفه، ما تكونش قاصحه بحال ديال المسمن ولا. ندهنوها مزيان. كتشوفوا بحال هكا، نخليوها تخمر
مده ديال واحد نص ساعه ولا حتى ساعه كاع على حساب الجو وعلى حساب القياس ديال الخميره. ونتلاقاو. ها هو كنت كتشوفوا من بعد ما خمر لينا العجينه ديالنا ضاعف الحجم ديالها، كنعاودو نهبطوها. هيا كنجيبو شويه الدقيق. انا البنات كنستعمل المغرفه هذه هي اداه ديالي فاش كنعبر. كتجي مقدوده وما كتبقاش لصق ليا في الايدين، يعني كنعبر وكنحس. يعني هذه طريقه هذه جديده، ما تبقايش مرته معاها كور وزيد وهذه ونقص. كتهزي كتحطي ياس قدام المغرفه. شوفوا راه كيجي ناجح 100%. غير تبعوا الطريقه وطريقه الطهي ديالو باش كيجي كله مفروق ومن فوق بحال هكا كيف كتشوفوا. راه كيجي فارغ من الوسط، تقدروا تعمروه ساندويش ولا اللي بغيتو. الا عجبكم الفيديو كنتمنى تجربوه. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاهل ديالكم، وتشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوا، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.